يا صباح الخير عليكي. التقدم حلو مفيش كلام، بس هو حلو في كل حاجة إلا التقدم في السن. دمه تقيل، جسمك بيخونك، مش بيرضى يكمل معاكي في المعافرة. وغير انه زهق منك وبقى مش بيشتغل بكفاءة عالية، ده بيطلع عايل معاكي في الآخر ويطالبك بسداد دين انتي مش جاهزة تدفعيه دلوقتي. والله كنت بتسهري ومش بترضي تنامي وعمالة تشربي في كافيين بالليل علشان تفوقي، هتوصلي لل40 ومش هيستحمل يكمل معاكي بالوضع ده. هتلاقي نفسك مش مركزة، والشغلة اللي كنت بتنجزيها في نص ساعة بقت بتاخد وقت أكتر من كده بكتير. تنامي 8 ساعات ولا حتى 10 ساعات بس جسمك تعبان عايز ينام تاني. الموضوع ملوش علاقة بعدد الساعات اللي بتناميها، هو له علاقة بكفاءة ساعات النوم دي. كانت عميقة ولا عينك كانت متوربة وحاسة بكل حاجة والاسم نايمة. السهر اللي كنت بتسهريه ده كأنك كنت بتاخدي قرض من جسمك، وبيجي في سن ال40 ويطالبك بسداد ديونك كلها. واللي هتكتشفيه ان جسمك بيقبل الربا عادي، ومش مهم بقى معاكي تسدي ولا لأ، هو هياخده منك غصب واقتدار. طب يا سيدي انا كنت بسهرك ساعتين، ليه عايز تاخدهم 4؟ اهو هو كده. قيسي بقى على كده نظامك في الاكل كمان. الدب اللي كنت بتدبيه جسمك مش هيستحمله تاني خلاص، وهتعيشي حياة الأنارب، لأن كل حاجة بقت تتعبك. تاكلي فول تتعبي، عيش تتعبي، ملوخية تتعبي، لو جزء من عشر التوم وقع في طبقك بالغلط هيولع نار في صدرك. بس ده كله تمام، يعني هتعرفي تتكيفي معاه، مش نهاية الدنيا يعني. هتحسي بالنعس هتدخلي تنامي، ولو سايقة مثلا في الطريق هتركني على جنب وتنامي. لو في نص الشغل عرفي مديرك انك بقيتي صاحبة مرض، ولو كبس عليك النوم نامي واستأذيني ساعة مثلا، وبعد كده بقي عوضيها، لانك فعلا مش هتعرفي تكملي يومك من غير ما تنامي. والاكل برضو مقدور عليه، مش هنموت من الجوع، يعني بقي غمسي الجبنة بالجرجير او استبدلي العيش بالخس. المهم ان جسمك هتعرفي تاخديه على قد عقله. بس عقلك بقى لما يكبر في السن ويصغر في التصرفات هتعملي معاه ايه؟ لما توصلي لأرذل العمر اللي هو الهرم والخرف، بابا الله يرحمه كان بيفسر أرذل العمر ده بالعمر الرذل، عشان الإنسان فيه بيبقى رخم غلاسة لا تطاق، بيبقى عامل زي العيال الصغيرة بالظبط. وهو لو عيل صغير اهو احنا هنعديله، ما هو عيل بقى وعنده عذره. وسبحان الله ربنا بيخلق الأطفال الصغيرين كيوت وطعمين وعايزين يتعضعضوا علشان أهلهم يستحملوا رخامتهم ويحبوهم رغم غلاستهم دي. إنما حد عجوز وكركوب ده أنا استحمل رخامته إزاي؟ وبعدين برضو لو عيل وزودها معايا أهو هشخط فيه ولا هعاقبه. إنما ده حد كبير ما أقدرش أتكلم معاه، ولو غلط أحرمه من مصروفه مثلا أو أحطه في النوتي كورنر. لا طبعا مش هينفع أعمل كده، فبضطر أسكت عن حاجات تفقع غصب عني لأنه حد كبير ولازم أحترمه. فكتير مننا صعب يتعامل مع كبار السن، وكل حاجة دلوقتي بقى ليها دورات ومحاضرات وازاي تعمليها في البيت في 10 دقايق. ده في ناس عاملة فيديوهات تعلم السواقة في البيت، وناس جربوها ونفعت، تقريبا بيسوقوا الهبل على الشيطان. لكن دورات في التعامل مع كبار السن هتلاقي حاجات قليلة قوي وضعيفة كمان، يعني الكلام اللي فيها من نوع طبطبوا عليهم، ساعدوهم، سندوهم عشان يدخلوا الحمام، هاتولهم كوباية مية، ده كان بيشيلك وانت صغير لازم تشيله وهو كبير. بس كلام مش بنعرف منه ايه التغير اللي حصل لأهلنا لما كبروا. كلام مش بيعلمنا ازاي نستعد للتغيرات دي ونتعامل معاها صح. حتى الكتب يعني دورت ما لقيتش. يا ريت فعلا اللي يلاقي كتاب او محاضرة بتتكلم عن سيكولوجية كبار السن وكيفية التعامل معاهم يعرفني. الموضوع ده لازم يبقى فيه اهتمام وتوعية بيه ويتعمل له دورات، وناس ليل نهار تتكلمنا عن ازاي نراعي اهلنا لما يكبروا، زي ما بيتحفونا كده بالكلام عن مواضيع ملهاش 30 لازمة. لان احنا بنتفاجئ هو ليه الراجل ده بقى بيعمل كده، مش قادرين نشوف انه رجع طفل تاني. بنقول ازاي حد في السن ده بيعمل التصرفات دي؟ مفروض ان مر بتجارب كتير تخليه عارف يتصرف، ازاي يقع في الغلطات الهبلة دي وانا اللي اهندل من وراه، ازاي يقول كلام زي ده قدام الناس، ازاي مش بيعمل حساب لتصرفاته وتأثيرها على اللي حواليه، ازاي بيتدخل في اللي ملوش فيه، وليه بقى بيشبط في حاجات ما تلقش بسنه.
هو ليه بقى مفرط في الشعور كده وبيزعل على حاجات ما تستاهلش كل الزعل ده؟ هو برضه صعب عليه زي ما صعب علينا. حد كان بياخد باله مننا بقينا احنا اللي بناخد بالنا منه، دي مش قليلة عليه. حد لما كنت انا بغلط كنت اجري عليه واقوله الحقني، اعمل ايه واتصرف ازاي؟ ده بقى هو اللي يسألني دلوقتي اعمل ايه واتصرف ازاي، وارد اقول ايه. لا، وبياخد رأيي وبيسمع كلامي، دي والله ما هي قليلة عليهم. هو عمل اللي عليه وخلص دوره، يعني ما عادش عنده شغل وجوز عياله ومبقاش فيه حاجة تشغل تفكيره أو تخليه يصحى من النوم عشانها. والإنسان بطبعه لازم يبقى فيه حاجة عايش لها، هي دي اللي بتسبب له السعادة وبتجعل لحياته قيمة وحاسس إنه له لازمة في الدنيا. ولو كان عايش للعيال والشغل وما عندوش هم تاني غيرهم، فيا حرام بقى بيتدخل في حياتنا عشان ما بقاش عنده حاجة تشغله في حياته. مفيش حاجة يعملها غير إنه يشغل باله بحياة اللي حواليه ويقول ده صح، لا ده غلط، وانتي لابسة كده ليه، وايه العك اللي انتي طبخاه ده، ومراتك هتبوظ العيال، انتوا بهايم وما بتفهموش. وكل شوية يسأل هو مين كان قاعد هنا وقام، وعايز يتكلم كتير قوي، وبيتحول لحد عنده فضول لأي حاجة، ودي جبتيها منين وبكام وبتعمل ايه، وانتوا رحتوا فين وشفتوا مين وقلتوا ايه وكلتوا ايه. وعايز يخرج معانا في كل حتة وما تسيبونوش لوحدي، حتى لو الخروجة دي هتتعبه أو مثلا ما تنفعوش أو مش مناسبة ليه بيبقى شبطان فيها وخايف إنه يبقى لوحده، أو إنه مش مقدر الموقف اللي هو فيه، فبيقول كلام ملوش لازمة مثلا يسبب إحراج للي موجودين، فنقرر ما نجيبوش معانا تاني في حتة، أو نخبي عليه لحسن يجيلنا كل شوية وينطلنا ويتحول لحد تقيل قوي على قلوبنا. بنحبه بجد بس عايزين علاقاتنا بيه تبقى سطحية شوية، نجيب له حد يهتم بيه أحسن علشان الدنيا دوشتها بقت كتير علينا وإحنا مش ناقصين. وهو مش قاصد ولا حتى واخد باله إن أسئلته بقت كتير وطلباته بقت كتير وتصرفاته بقت طفولية وكلامه بقى مش محسوب ولا موزون. هو بس عايز يحس إنه لسه ليه أثر في الحياة، مش عايز يحس بقلة القيمة. فعلا عمر رزل على رأي أبويا. المهم إن الحد ده لما بيموت بنزعل قوي، مش بنلتمس له بقى الأعذار، ده احنا بنختلق أعذار ما كانتش تخطر في بالنا وقتها ونندم. يا ريتني كنت استحملته شوية، ده كان بيسأل عليا كتير وشايل همي، ده كان بيدعيلي من قلبه ومش عايز مني حاجة، ده هي الدنيا اتغيرت حواليه وعشان كده بيسأل كتير علشان يفهم، ده كان بيخاف يجراله حاجة وهو لوحده وعشان كده كان عايز دايما يبقى معانا. هو ليه لازم نستنى لما الحاجة تروح مننا عشان نقدرها ونندم إننا ملحقناش نوفيها حقها؟ ولو بس كنت حطيت نفسي مكانه، ولو بس كنت عملت له اللي يريحه، ولو بس كنت رديت عليه لما كان بيتصل بيا كتير، ولو واد كتير بقى. احنا فيها دلوقتي، لو عندك حد كبير في السن وديه. الود مش انك تسألي عنه وخلاص وكلمتين وتقفلي السكة، عيشيله يوم، ان شاء الله حتى يوم كل اسبوع او يا ستي كل شهر. اعملي الحاجة اللي لو ربنا سألك وفيتي فلان حقه تقولي يا رب انا عملت كل اللي اقدر عليه معاه، ما كانش في وسعي اقدم اكتر من كده. انما لو حاسة انك فعلا مقصرة ممكن تهتمي اكتر من كده بيه. الحقي قبل ما الوقت يفوت، مش هنعرف نعمل حاجة، وادعي الحاجة بضمير. ولو خلاص راح لسه عندك فرصة تعمليله. الحمد لله على الدين اللي الأعمال الصالحة فيه مش بتنتهي بموت صاحبها، اعمليله صدقة جارية. لكن في ناس عندها عقد من أهلها، في أهالي كانوا صعبين جدا، عملوا غلطات كتير سببوا أمراض نفسية لعيالهم. بس هو كل واحد هيحاسب على مشاريبه، هو لو قصر في حقك كأب هيشيل وزره، وانتي لو قصرتي في بره هتشيل عقوق والدين. هو ما سمعش كلام ربنا وهيتحاسب على ده، ما تعمليش انتي زيه بقى. الأقربون أولى بالمعروف، وبجد أهلنا ربونا باللي يقدروا عليه والله. ما هم برضو لو كانت طفولتهم مثالية كانوا هيكونوا مثاليين معانا، بس أكيد شافوا أسوأ مننا في طفولتهم، اتعرضوا لأزمات نفسية احنا ما نعرفهاش. محدش بيختار أهله، بس احنا أحرار في أفعالنا وفي ردود أفعالنا.
هو صعب وتقيل على قلوب كتير تعامل حد أذاها بإحسان، وعشان كده ثواب الإحسان مش قليل عند ربنا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهو كاس وداير فعلا، كلنا هنوصل للسن الرزل ده. فتحب اللي حواليك يتعاملوا ازاي معاكي وقتها؟ اللي كنت بتعمليه مع عيالك وهما صغيرين عيالك هيعملوه معاكي، وبرضو اللي عملتيه في أهلك وهم كبار هيتردلك. مع عيالك هيشوفوكي بتعاملي أهلك ازاي، وهيخزنوا طريقتك دي في وعيهم، ولما تكبري في السن هيطبقوا اللي اتعلموه منك عليكي. فخلي بالك، لأن كله هيصب في حجرك في الآخر. عشان تحمي نفسك من الخرف والسن الكبير ده والحاجات اللي بتحصل فيه، لازم يبقى فيه حاجة تعشلها. عندك أهداف وأحلام لسه عايزة تعمليها، مش لازم يا ستي تهد الدنيا، ممكن حاجات بسيطة. تتعلمي حاجة جديدة ما كانش عندك فرصة تعمليها وقت ما كانت حياتك مزحومة بالشغل والعيال. مش أول ما تطلعي على المعاش وعيالك يتجوزوا تلاقي نفسك عجزتي. جسمك مش هيبقى زي وانتي لسه شباب، بس هتبقي لسه في وعيك. مش هتعيشي في ظل حد وتحسي نفسك تقيلة عليه. أبويا كان دايما حساس للحتة دي. بابا توفى عندي في القاهرة، جاتله ذبحة صدرية وكان مفكرها سكرات الموت. جاتله تقريبا الساعة 3 الفجر، قعدنا نتحايل عليه لحد الساعة 8 الصبح انه يروح المستشفى، وهو كان يقول استنوا عليا شوية. كان مفكر انه بيموت من الإحساس اللي حسه ده، مش مرض ممكن نلحقه. كان مفكرها دي سكرات الموت وإن روحه بتطلع. في الآخر وافق إنه يروح المستشفى، هو اللي لبس نفسه يومها، ورفض إني أساعده ويلبس أو يزرر القميص رغم إنه ما كانش قادر يرفع إيده. لبس نفسه الجزمة، مرضاش إن أوطي ألبسها له. البيت عندي ما كانش فيه أسانسير، فنزل على السلم وهو عنده جلطة، مرضاش إنه يقعد على كرسي وأخويا وجوزي يشيلوه وينزلوا بيه، بس كله إلا إنه يحس إنه تقيل على حد. في الفترة دي كان راقد في السرير بيقوم يصلي وينام، ولما حد يكلمه يسأل عليه كان يقوله أنا فاتني أقرأ عن الذبحة الصدرية دي. بابا كان بحر معلومات، كان بيقرأ دايما، وحتى لو ما كانش فيه حاجة يقراها كان بياخد القصص اللي كنا بناخدها في المدرسة يقراها، وبعدين يقولي العالم دول بيضحكوا عليكم. كنا مرة في إعدادي تقريبا أو ابتدائي بناخد قصة عرابي. بابا خد الكتاب معاه وهو داخل الحمام، قرأ القصة وهو خارج قاعد يشتم في وزارة التربية والتعليم. علمني من غير ما يقول إن يبقى عندي عقل ناقد للي بدرسه، زي ما ضحكوا علينا كده وقالوا لنا إن الفراعنة بنوا الأهرامات عشان تبقى مقابر وإحنا صدقنا. بس لو 5 دقايق تفكير، ليه حد يبني ناطحة سحاب عشان تبقى مقبرة في الآخر؟ وإزاي أصلا قطعوا الحجر بالتساوي ده؟ يعني إيه الآلة اللي استعملوها علشان يطلعوا الحجر بالمنظر ده؟ واتشالت إزاي؟ بصي مش عايزة توهك في حوارات بره الموضوع، بس هي سلسلة ممكن تسمعيها موجودة على اليوتيوب بتاعت أحمد عدلي، بجد هتستفادي وما تصدقيش بعد كده كتب الوزارة تاني. المهم، الفترة دي كانت صعبة علينا قوي نفسيا، ما كناش حاسين حلو، يعني كان إحساس وحش لما حد عظيم وكبير في قلبك يبقى ضعيف كده وراقد وقليل الحيلة. وبابا أصلا عمره ما رقد، دايما كان في حاجة يعملها، عنده صحاب في كل بلد. مش عارفة ازاي كان بيكسب حب الناس دي كلها. في بورسعيد ليه صحاب، رحنا في المنيب في القاهرة ليه صحاب، نقلنا المقطم ليه صحاب، في أي حتة يروحها كان يعمل صحاب. كان عنده أوضة صغيرة عاملها ورشة، كان بيجمع بواقي الخشب اللي النجارين بيرموه، وعمل مرة جزامة، مرة ترابيزة كمبيوتر وكراسي وترابيزات. مفيش عنده حاجة ما تنفعش أو ملهاش لازمة، أي حاجة في الدنيا ليها حل. عربية باظت يظبطها، تلاجة مش بتسقع يصلحها، حنفية بتنقط يعملها، شقة عايزة تتبيض يبيضها هو. الكل يقولك اللي اتكسر عمره ما بيتصلح، بس بابا كان بيصلح أي حاجة مكسورة. مرة والكهربائي بيركب النجفة عندي في الشقة، البتاعة الأبيض الإزاز دي اللي بيتركب فيها اللمبة وقعت اتكسرت، بابا خدها لزقها، ولحد دلوقتي لسه ما اتكسرتش، لسه زي ما هي من ساعة ما بابا صلحها. كنت بعنه اللعب اللي بنتي بتبوظها لحد ما يجي ويصلحها لي. كان ماشي حاطط عدة صغيرة في الشنطة بتاعته اللي بيخرج بيها. كان شاغل نفسه قوي بالفضاء والإعجاز العلمي للقرآن، وبيحب قوي أفلام الخيال العلمي. فلما تعب ورقد كنا نفسيا وحشين قوي وملناش نفس لأي حاجة.
وبابا وقتها ما كانش بياكل، فأنا ما كنتش بطبخ. بس جيت كده في يوم جمعة وعملت وليمة، عوضت كل الأيام اللي ما كنتش بطبخ فيها، بشاميل بقى ومسقعة وورق عنب وجلاش ولحمة وفراخ وبطاطس وملوخية، وليمة. في اليوم ده لما حطينا الأكل، جوزي جالي تليفون إن واحد صاحبه عمل حادثة، فساب الأكل ونزل، واحنا شلنا الأكل وقلنا نستناه لما يرجع. المهم هو راجع في الطريق هو نفسه عمل حادثة، كانت حادثة غريبة قوي يعني. ماشي في أمان الله، وقع على العربية موتوسيكل ده شملها. طبعا كانت ليلة محدش نام فيها. وتاني يوم جوزي راح التوكيل عشان موضوع العربية ده ورجع بالليل. بابا كان مستنيه مرضاش ياكل لحد ما يجي، قال ناكل سوا. في اليوم ده بابا صلى العشاء وبعدها السنة والشفع والوتر، وكنت قاعدة معاه في الأوضة مستنياه يخلص عشان أسأله ياكل ايه من مهرجان الأكل للجميع ده. وبعدين قال لي إنه هيريح في السرير لحد ما أجهز الأكل. خرجت أنا وماما دخلت بعدي عشان تدي لبابا الدواء، لقيتها بتصوت. الموضوع ما كملش 10 دقايق أصلا، مات في هدوء. احتارنا ندفن فين. مدافن العيلة في دمياط والعربية متدشملة طبعا، مش هنعرف نسافر، مكناش عارفين نعمل ايه. فكان ربنا مقدر ان بابا يدفن في مقابر اهل جوزي. بابا في الاول كان رافض جوازي من سامي، هو كان موافق على سامي نفسه كشخص، قال له انا برفضك وانا زعلان. سبب رفض بابا وقتها ان ما كانش عاجبه المكان، شقة صغيرة 60 متر في حتة شعبية، فهو ما كانش راضي ان انا اسيب اهلي واعيش في المكان ده لوحدي بعيد عنهم، كان قلقان كان خايف. المهم لما بابا قال لي انه مش موافق وقال لي اسبابه، انا تمام في الاول، قلت له خلاص يعني عريس وراح لحاله مش مشكله. بس قبلها رحت صليت استخاره، وبعدين احاسيسي اتبدلت. رحت قلت لبابا لا انا موافقه ان انا اتجوز تاني وموافقه ان انا اتجوز في المكان ده وتمام. بابا طبعا يعني وقتها قلب الدنيا، ازاي انا عصاه مثلا. دخلت في صراع مرير علشان اغير رايه وما عرفتش ورفض فعلا. بس الموضوع ما خلصش معايا على كده، ومش عارفة ليه الموضوع كبر جدا بالطريقة دي. وقعدت اتكلم مع بابا وكان حوار كبير يعني. قلت له انت غلطت انك ترفض حد زي سامي عشان شقته صغيرة، وان الشقق الواسعة مش هي اللي بتضمن السعادة والمهم البني ادم، وان سامي متدين وطموح وبيتحرى الحلال في رزقه، وكفاية انه مقدر تعب والده اللي بناله شقة. وقتها سامي قال انه حتى لو هيتجوز في الشقة الصغيرة دي لو شهر وبعدين يغيرها، بس مش هينفع انه يروح يقول لابوه الشقة اللي انت بنيتها لي دي مش عجباني وتعبك ده ما يلزمنيش وانا هروح اتجوز بره. وقتها علي في نظري. بس قعدت انا شهر ادعي ربنا ان بابا يوافق، وبعدها سامي اتقدم لي تاني وبابا وافق فعلا الحمد لله. بس كان لازم ده يحصل لانه كان مقدر ان ملك الموت يقبض روح بابا في القاهرة وانه يدفن هناك لوحده زي ما كان لوحده زمان. عيلة ابويا عيلة كبيرة، اصلهم من دمياط بس محدش كمل فيها، كلهم راحوا القاهرة. بابا بس هو اللي فضل في دمياط. كان شغال مهندس في شركة وعنده عربية اوبل وبيقبض 17 جنيه في وقت كان دكر البط فيه ب15 قرش والخروف ب12 جنيه. بس حصل مشاكل في الشركة اللي بابا شغال فيها، ناس بتنافق بقى علشان توصل وتعلى، ومدير بيتحكم فيه وفي شوية فساد كده. وهو قرر انه يستقل ويبقى رئيس نفسه، ومحدش يتحكم فيه. محدش يتحكم فيه حتى لو عميل عايز شغل، لا محدش يتحكم فيه نهائي. هو ليه طقوس كده مفيش حاجة تغيرها، هو رئيس جمهورية نفسه. فعمل ايه؟ عمل حاجة شجاعة جدا قليل اللي يقدروا يعملوها. باع العربية الأوبل وجاب عربية نقل واشتغل سواق على عربية نقل. قرار ما كانش مرحب بيه قوي في عيلة كبيرة كلها لواءات. وزير الطيران الحربي في عهد عبد الناصر كان في مقام عم بابا، بس عمره ما قال ده ولا اتفشخر بيه. جوز عمتي كان عضو مجلس شعب في بورسعيد، بس عمر بابا ما استغل ده في أي مرة دخلنا فيها جمرك بورسعيد. عمي كان مدير حسابات صوت الفن بتاعت عبد الحليم حافظ. ماما بتقولي إن في عزا عمي كانت عليا أخت عبد الحليم قاعدة بتلعب معايا وأنا صغيرة. فعيلة بالشكل ده بقى فيها سواق عربية نقل. كنت صغيرة وقتها،
مش عارفة هو نفسيا كان حاسس بإيه لما نزل نفسه في المستوى الاجتماعي، وبقت الناس طبعا تبصله بصة مختلفة. بس بابا ما فرقش معاه، وبرضه ماما الطيبة دي ما قالتلوش مثلا أنا متجوزاك مهندس إزاي تبقى سواق، وإخواتي يقولوا عليا إيه. خالتي مثلا كانت مديرة بنك القاهرة، وخالي دكتور أسنان، وخالي التاني عقيد في الجيش. ما قالتلوش اشمعنى أنا اللي جوزي يبقى كده، ولا طلبته بالطلاق وكملت معاه. أنا وإخواتي عمرنا ما حسينا إننا أقل من حد، وبرضه عمرنا ما اتفشخرنا بإنجاز حد تاني. عمري ما سمعت أبويا بيقول أنت مش عارف أنت بتكلم مين، رغم إنه من حقه يقولها وبملء فيه. بس كان بيقول لنا انت لبست بدلة ولا بيجامة، لبسك لا هيزودك ولا هيقل منك. وخصوصا كان بيقول الكلام ده لناجي اخويا عشان كان نزيه قوي، ما بيحبش ينزل الشارع بالبيجامة، حتى لو هينزل يرمي الزبالة لازم يبقى لابس ومتشيك. في مرة كنت مروحة انا وماما بالليل، كنا يوم 28 يناير في وقت الثورة، واحنا تحت البيت جه واحد بموتوسيكل وسرق شنطة ماما، وانا قعدت اصوت في الشارع. اخويا سمعني، المهم لقيته نازل ولابس قميص وبنطلون، اللي هو نازل يقابل الحرامي رسمي، مش هينفع يقابله بالبيجامة. يعني الحرامي يقول ايه؟ مش معقولة يعني، مش معقول ينزل ينقذني بالبيجامة. المهم الحرامي اتمسك وشنطة ماما رجعت. اهو ماما بقى ما بقتش ماما بعد موت بابا. ما كنتش اعرف ان الست بتضعف كده لما شريك حياتها بيسيبها، رغم ان ده مش بيحصل مع كل الناس. انا مرة في اول جوازي واحدة جت تباركلي، كان شكلها صغير بس عرفت انها جدة. استغربت، قلت لها مش باين عليك وبتاع. قالت لي الست بتحلو لما بيجوزها يموت او تتطلق. فمش كل الناس بتتأثر بموت شريك حياتها. بس زي ما قلتلك من شوية، لازم يكون في حياتك حاجة تعيشلها غير الشغل اللي هتطلعي منه معاش، وغير العيال اللي هيسيبوكي ويتجوزوا ومش هيكونوا محتاجينك او معتمدين على وجودك في حياتهم بشكل كامل. وده يمكن السبب اللي غير العلاقة بيني وبين أمي، وخلاها فجأة بقت بنتي الصغيرة. إنها كانت عايشانا إحنا بس، إحنا كنا هدفها في الحياة. معلش طولت عليكي المرة دي ودخلتك في حوارات تانية كده، بس أبويا كان لازم أتكلم عنه. أهو، هو في حتة من حقه. هو اهتم يأكلنا حلال أكتر من اهتمامه بشكله الاجتماعي. كان ممكن يستسهل ويريح دماغه ويكمل في الشغل الغلط، بس هو اختار يربينا صح، وأكيد ما كانش سهل عليه. ربنا يرحمه، يرحم أمواتنا، ويرحمنا لما يجي علينا الدور، ويرحمنا في شبتنا. بس أشوفك تاني إذا شاء ربنا. سلام.